دخل الدارك ويب وبدأ ينشر الحاجات دي. وطبعا كلنا عارفين الدارك ويب، مش محتاجين اللي احنا نشرح ايه هو وايه اللي جواه والخرا والبلاوي اللي فيه. صباح مساء خير عليك يا جدع. نعتبرها سلسلة جديدة لسه ملهاش اسم، ممكن يبقى ليها اسم. المهم الشخص ايه المختل اللي هنتكلم عليه النهارده، انا مش عارف اوصفه بكلمة. الشخص ده كان من عيلة غنية فشخ، بس الغريب ان هو وصل لمرحلة عمرك ما تتخيلها. الشخص ده اسمه ماسيو فولدر. ماسيو ده من مواليد 24 اكتوبر 1988، يعني مش عيل صغير. اتولد في مانشستر في انجلترا. عيلة ماسيو كانت عيلة غنية بمعنى الكلمة، عندهم اكبر مصانع في البلد للدهانات. المصنع ده كان بيعمل حاجات للعيلة المالكة كمان، فتخيل قوة المصانع اللي عندهم عاملة ازاي. المصانع دي كلها كان الملك الوحيد ليها ابو ماسيو على طول. يعني نقدر نقول ان ابوه من اغنى اغنياء انجلترا، وفي نفس الوقت عنده قوة او عنده سيطرة في البلد. والنضارة حس ان فيها اشباح فهو مسحها واجيلكم. يعني من اخرها المقصود بكلامي ان ماسيو ده كان مرتاح وفي بقه معلقة دهب ولابس بوكسر ملون. عاش حياته وطفولته زي اي طفل طبيعية، بل بالعكس كان احسن من اي طفل كمان، لان كل حاجة كانت متاحة له، كل اللي نفسه فيه بيجيله. حرفيا طلباته كانت اوامر يا جدع. بس ولما ماسيو كبر شوية دخل مدرسة اسمها برايفت كينج، ودي من المدارس اللي مش اي حد يدخلها. يعني خرج من الدراسة للجامعة فدخل جامعة كامبريدج. وقتها كانوا اصحابه كلهم اللي في الجامعة شايفينه شخص مرح جدا ومحبوب جدا، وكان فعلا الكل بيحبه. كان ولد سيكسي جذاب. بعيدا بقى عن كل ده، هو كمان كان شاطر جدا في دراسته. وخرج من الجامعة ودخل جامعة بريمنجهام. وطبعا هتقول لي يا ديبو، يعني هو شاطر وقوي جدا والكلام ده كله، ليه خرج من الجامعة ودخل جامعة تانية؟ فهو عمل كده عشان كان نفسه يحضر الدكتوراه بتاعته في الجامعة دي. الدكتوراه بتاعته اللي كان عايز يعملها كانت في الفيزياء الجيولوجية. ومن كتر ما كان ماسيو متفوق جدا، كان الدكاترة اللي في الجامعة والمسؤولين عنها قالوا ان ماسيو لما يخلص دراسته ويخلص الدكتوراه اللي بيعملها هيبقى ليه مستقبل عالي جدا 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 كمان، وان حياته المهنية هيعمل فيها انجازات محدش قدر يوصل لها. كل كان بيراهن على ماسيو ان هو يبقى شخص قوي جدا في العلم بتاعه، حتى ان الدكاترة وصفوه انه افضل تلميذ درسوله في حياتهم. فتخيل بقى، كل دكتور من دول شاف كام طالب في حياته قال لك ان ده احسن طالب درسوله اصلا. انا بس بوصل لك معلومة ان الشخص ده خطير فشخ. بس رغم كل اللي سمعته ده، ورغم الناس اللي بتحبه والمدح اللي جاله وكل الكلام اللي اتقال عليه الحلو ده، انه فعلا شخص خطير جدا. وطبعا اي حد هيسمع الكلام اللي انا قلته ده يقول لك بس ده لو صاحبي يبقى انا كده تمام، والتانية لو سمعت تقول لك بس ده فتى احلام اللي هيجيلي على الخروف الابيض وننتف ريشه مع بعض. شخص غني من عيلة، شاطر في دراسته، ليه مستقبل مهني عالي جدا، من اقوى الناس اللي عندها علم في جيله. شفت بقى كل ده وش واحد لماسيو. الوش التاني بقى ده اخطر بكتير من كل اللي اتقال. وش خفى على الناس، ولا كان حد عارف عنه حاجة ولا حاسس بيه. حتى في مثل صيني بيقول ان الانسان ليه 3 وشوش: وش بيظهره للناس كلها، وش بيظهره للحبايب والاصدقاء، ووش عمر ما بيظهر بتاعه هو وبس. وفي ناس كمان، يعني ده التطور بقى في الحالة، ان في ناس الوش الاخير ده بيعترفوش بيه، بيكذبوا على نفسهم ان هم عندهم الوش ده، بيحللوا لنفسهم اللي بيعملوه. في الوقت بقى اللي الكل كان شايف ان ماسيو شاطر جدا وهيوصل وهيعمل وهيبقى كان بيعمل حاجات حرفيا توقف شعر التوتة. بس خلينا نمشيها واحدة واحدة عشان نفهم هو بيعمل ايه بالظبط. فاحنا هنرجع لفترة ماسيو لما كان في جامعة كامبريدج قبل ما يروح الجامعة التانية عشان يعمل الدكتوراه. اصلا اول سنة درس فيها ماسيو في جامعة كامبريدج كانت في 2007. في السنة دي كان ماسيو ساكن مع اصدقائه في سكن جوه الجامعة، او زي ما بيقولوا سكن الحرم الجامعي. واللي كانوا ساكنين في الحرم الجامعي كانوا شباب على بنات كله. يعني ماسيو دخل الحمام بتاع الحرم الجامعي، ومرة واحدة بدأ يبص حواليه، مركب كاميرات في المكان مخفية نوعا ما. وبدأ اي حد يدخل الحمام ماسيو يكون بيتفرج عليه. معرفش ايه القرف ده وايه لازمة ان لما حد يخش الحمام يتفرج عليه ويبص على ايه اصلا، فاهمني؟ يعني الراجل داخل يسهلها على نفسه، فانت بتتفرج على ايه؟ بتشم الريحة من على بعد ولا ينزهمك ولا ايه؟ عارف ايه في معفن طبعا. وكان كل لما بنت تدخل الحمام بيسجل لها. هو كان مهتم ان هو يسجل للبنات وبس، وبرضه معرفش بيسجل البنات في ايه وهما بيخشوا يعملوا حمام، بس هو بيسجل لهم. انا عارف ان فعله غريب، بس الاغرب ان هو ما كانش بيفوت لحظة حد يدخل الحمام لما يشوفه. فكان مركز، او تركيزه كان عالي في الموضوع.
المهم يا جدع استمر في الوضع ده فتره طويله، لحد اما في فتره من الفترات واحد كان في الحمام وخد باله ان في كاميرات متركبه، ولما الواد اكد لنفسه وراح يبص ايدي لقاها فعلا كاميرات. فالولد بدا يسال مين اللي مركب كاميرات في الحمام، وبدا يسال ده ويسال دي ويسال ده ويسال دي، لحد ما وصل لماسيو بيساله. الغريب ان ماسيو قال له انا اللي مركب الكاميرات دي، وقام واخدها بضحك وقال له ها انا كنت بهزر بعمل مقلب فيك وانه مقلب ها مقلب وكده. طبعا الناس زعلت شويه، بس مع الوقت كله ضحك وهزر وافتكرها مقلب وعداها. وده كان اول شيء غريب يعمله ماسيو دلوقتي يا جدع، وبقى عنده 21 سنه. كان يوم عيد ميلاده، فعزم كل اصحابه في بيته. هم عندهم بيوت كتير طبعا فمش فارق معاه، بس هو عزمهم في بيته، والشباب والبنات جم، والحفله كانت جميله والناس كلها انبسطت وهاصت، واللي دخلوا الاوضه دي عملوا واللي دخلوا الحمام دول عملوا، والدنيا خربانه يعني. بعد ما الحفله خلصت ماسيو اصلا كان مركب كاميرات برضه في الحمامات وكان بيصورهم كلهم. انا مش فاهم ايه دماغه ايه كيفه في الحمامات، صور كل اصحابه سواء بنات سواء شباب هم عريانين في الحمام او عريانين في الاوض او مهما كانوا ايه اللي بيعملوه. طبعا انا مش عارف يعني هو ليه بيعمل كده وبدون اي هدف، عمال يصور ده ويصور دي وبيعمل كل ده، ما فيهاش اي شيء حتى شهواني ان هو يعمله. وكان بعد ما يصور الفيديوهات دي كلها بياخدها ويقعد يعدل فيها ويركبها جنب بعض وبتاع، ويقعد يتفرج عليها بالليل وهو مستمتع جدا. عارف قاعد بيتفرج على مسلسل دارك ماتر مثلا، ما تفهموش، عالم موازي. والموضوع اتطور معاه ان هو بدأ كمان يبتز ناس بالصور والفيديوهات اللي معاه. الغريب ان هو غني ومش محتاج فلوس، فبيبتز ليه برضه محدش فاهم. ومع التهديد والابتزاز اللي كان بيعمله بدأ يحس ان الموضوع ما بيجيبش همه، لحد ما لقوا قدامه موقع مشهور عندهم كان اسمه جيم تراي حاجه زي كده. الموقع ده كان موقع لوظائف ومشهور جدا، بمعنى اي حد عنده خدمات بيحطها في الموقع ويقول انا هقدر اقدم الخدمه دي بسعر كذا. انا مثلا مونتير اقول انا اقدر اعمل خدمات المونتير ب $10، واحد تاني يكتب ب $50، واحد تاني يكتب انا مصور، واحد تالت يكتب انا مثلا كاتب محتوى، واحد خامس يكتب انا نجار، وهكذا. جميع انواع الوظائف بتتحط في الموقع ده وعرض وطلب، واللي عايز حد بيكلم. الفكره بقى ان ماسيو لما دخل الموقع ده بدا يدور على ناس معينين، بقى بيدور على الناس اللي بتقدم الخدمه بتاعتها او الوظيفه بتاعتها بس بسعر قليل. هو بيدور على اي حد بيحط حاجه بسعر قليل، زي مثلا انا حاطط ان انا اصور فيديو ب $100، وواحد تاني حاطط انا اصور فيديو ب $10. فهو بيصطاد بقى الناس اللي حاطه السعر القليل ده. بس في حاجه هو ما كانش بيصطاد غير البنات وبس. والطبيعي برضه بالعقل ان اللي حاطط سعر عالي ممكن يكون مش محتاج الفلوس قوي زي اللي حاطط سعر قليل، فهو كان بيصطاد الناس اللي سعر قليل عشان خاطر الناس دي فعلا محتاجه الفلوس. كان بيتواصل مع البنات دي، انت اللي مقدمه على وظيفه كذا، انت عايزاها ب $10 مثلا. يقول لها طب ايه رايك لو انا هطلب منك شغلانه وبدل ما $10 هيبقوا $50,000. فالطبيعي ان اما اكون مقدم على وظيفه ب $10 فجاه ليها مثلا ب50 ولا ب $10,000 اكيد هتغيري. فالبنات كانت بتتغري من الرقم، فتقول له طيب انت عايزني اقدم ايه ولا عايزني اعمل لك ايه؟ فيقول لها صوري لي نفسك عريانه وبعتي لي الصوره وانا هبعت لك الفلوس. وبالنسبه له طبعا من عيله غنيه جدا، فالفلوس دي بالنسبه له مش فارقه، بس البنات اللي مقدمه على الوظايف محتاجين الفلوس. ففي منهم اللي رفض وانت مجنون ولا ايه اقول لك نفسي عريان يعني ايه العبط ده، وفي بنات تانية وافقت وعملت كده فعلا وصوروا نفسهم وبعتوا له وخدوا الفلوس. وبدا كمان يدخل الفيسبوك ويعمل نفس الحركه ويشوف البنات ويصطادهم ويخليهم يصوروا نفسهم يبعت لهم فلوس. يعني لو على ايامه كان في اللايفات المسخره اللي بتحصل اليومين دول كان بص لم بنات لما زهق. بس الموضوع ما وقفش عند الصور، ماسيو بدا يبتز البنات اللي بعتت الصور ان يخليهم يعملوا حاجات تانية ويبعتوها له برضه، يا اما هيبعت الصور لعيلتهم وللكلام ده كله ويكون بقى جايب الفيسبوك بتاعها وجايب كل حاجه فيقدر يوصل لعيلتها عادي. فمن اخرها بيقول للبنات لو ما نفذتيش اللي انا عايزه انا هفضحك. والصور كلها اللي مبعوتها له واضح جدا ان هي البنات بعتها برضاها، يعني مش غاصب عليهم في شيء. فطبعا البنت غصب عنها بتقول له خلاص انا موافقه اللي انت عايزه هعمله لك بس ما تفضحنيش. طبعا في ناس هتفتكر ويقولوا طب ما البنات كده كده مصوره نفسها هي تفرق معاها. هي الفكره كلها ان هو كان بيدخل عليهم دخله صايعه برضه، يقول لهم صوري لي نفسك عريانه عشان احنا بس فنانين تشكيليين وعايزين الصور دي، هديك الالوفات اللي انا قلت لك عليها بدل $10 مقابل كده، احنا ده شغلنا. فالبنات برضه كانت بتصور نفسها وهي مقتنعه ان فن تجريدي وفن تمليطي فن صلبطه. وبدا البنات بقى اللي بيبتزوهم يخليهم يصوروا نفسهم بطريقه مهينه شويه، يعملوا حاجات غريبه شويه، يحطوا ايديهم في اماكن كده غريبه شويه، يجيبوا حاجات معينه يرشوها في حاجات معينه ويتصوروا وهكذا، اعوذ بالله يعني من المناظر. وفي اللي طلب منهم يمسكوا لوح كده ويكتبوا عليها حاجات عنصريه، اصلا كلام عنصري يعني، ويرفعوه قدام الكاميرا وحاجات كده. بعد كده دخل في المرحله اللي بعدها وبدا يطلب منهم ان هم يقولوا كلام ملوش لازمه
ويشتموا نفسهم ويقولوا كلام بذيء يعني كلام قليل ادب، واتطور وبعد كده خلاهم يمشوا زي الكلاب ويعملوا حاجات زي الحيوانات وهكذا. يلا يا بت هواو يا بت هواو حاجات بقى كده فاهمني، يلا يا بت هاتي الطبق والحسيبه وانت مش عارف ايه، يلا اي حاجه في اي حاجه، كلها اهانه للبشر واهانه للنفس، والبنت عماله تعمل، لدرجه ان في فيديو من الفيديوهات خلى بنت تروح الحمام وتعمل بعد كده تحط راسها وتلحس اللي هي عملته ده. طبعا الفيديو بقى بريحه دلوقتي. ماسيو كان مبسوط جدا بقى بالفيديوهات دي، يعني عارف اللي هو في قمه سعادته، معرفش ليه بس هو كان في قمه سعادته بالحاجات اللي بيعملها دي. وزي ما نقدر نقول بعد ما ماسيو جمع داتا كتير من الفيديوهات وبقى عنده مكتبه كامله، ماسيو على الليفل بقى شويه وبدا يقول لهم انا هنشر الحاجات دي على الدارك ويب مش لاهلكم بقى، انا هعلى بالليفل. وفعلا ماسيو بدا يعمل كده يا جدع، ودخل الدارك ويب وبدا ينشر الحاجات دي. وطبعا كلنا عارفين الدارك ويب، مش محتاجين اللي احنا نشرح ايه هو وايه اللي جواه والخرا والبلاوي اللي فيه. المهم دخل موقع، الموقع ده اسمه هارت، وعمل يوزر نيم لنفسه باسم الشيطان 3 ستات. وطبعا كل الناس اللي على الموقع ده بدات تهتم بماسيو او بشيطان 3 ستات عشان خاطر المحتوى اللي عمال ينزله، لان طبيعي جدا ان كل اللي في الموقع مرضى نفسيين زيه. اللي يحب يشوف حاجه زي دي يبقى مريض نفسي، حتى لو بدافع الفضول فبرضه مريض نفسي. سامع مريض نفسي انت؟ عارفك انت اللي ورا، انت اللي بتقعد تتفرج على الحاجات دي وبتدور عليها على الانترنت، عارفك يا مريض يا نفسي. طبعا شافوا فيديو مش عارف واحده بتلحس ايه، وواحده عامله نفسها كلب، وواحده مش عارف كذا وهكذا وهكذا وهكذا. فالتفاعل عنده زاد جدا، وبدات الناس تعرفه، وبدات الناس تتبسط من الفيديوهات دي جدا ويطلبوا منه فيديوهات اكتر واكتر. وبدا يتطور ان هو بقى ينزل فيديوهات للمحادثات بينه وبين البنات، وازاي بيبتزهم وازاي بيخليهم يبعتوا الصور دي. فالناس اللي على الموقع اللي على الدارك ويب بدات تطلب من ماسيو ان هو بيبتز البنات، يطلب منهم كذا يطلب منهم كذا، وبداوا يطلبوا طلبات كمان. لحد ما كان في البنت دي كان بيبتزها برضو، كانت 15 سنة بس، وكان عندها أخ معاق. فبدأ يطلب منها إن هي تقلع ملط وتقعد تضرب في أخوها المعاق وتمسك يافطة تقول حاجات كده يعني مسبة للمعاقين وهكذا. وكل الحاجات دي الناس اللي على موقع الدارك ويب هم اللي طالبينه يعملها، وفعلا كان بيحقق لهم طلباتهم وكان بينزل الفيديوهات اللي هم بيطلبوها فعلا. فماسيو ابتدى يندمج أكتر وابتدى عايز ينتشر اكتر في الموقع ويرضي الناس اللي عمالين يطلبوا منه. فصور نفسه شخصيا وهو بيعلم الناس ازاي يبتزوا البنات وازاي يعملوا اللي هو عمله. بيعمل توتوريال كمان للقرف اللي بيعمله، فيديو تعليمي هاو تو هبهتهت الغريب ان الناس اللي على الموقع بتاع الدارك ويب كانوا بيمدحوا، كانوا بيشكروا فيه ويقولوا له شكرا انك بتعلمنا، وبيعملوا زي ما هو بيعمل، يعني بقى عنده رابطه كمان بتقلده. بس هم اتطوروا ووصلوا ان هم بقوا يعتدوا جنسيا على ناس وعلى بنات، ويجيبوا بنات عندهم اللي بيبتزوهم وينزلوا الفيديوهات. فالموضوع بقى مرض زياده عن اللزوم ومنتشر زياده عن اللزوم. فاحنا كده عدينا المرحله ووصلنا لمرحله اغتصاب كمان. وماسيو على الليفل اكتر وبدا ينزل فيديوهات على نفس الموقع بتاع الدارك ويب، وهو بيتحدى الشرطه ان حد يعرف يمسكه او حد يعرف يقرب له، وان هو خبير في الحاجات دي، وان هو عشان تمسكوه هتلاقوه في 1000 بلد ومش هتعرفوا تمسكوه الى ما لا نهايه. وفعلا يا جدع وصل ان هو بقى عنده اكتر من 70 حساب، كل حساب باي بي، والدنيا خربانه. فبدات الناس تشجعه اكتر ويتكلموا عنه اكتر في الدارك ويب، ان ده اللي مجنن الشرطه وان محدش يقدر يوصل له وان هو خارق للطبيعه. في 2014 كان لسه ماسيو على نفس الموقع نزل بوست او نزل فيديو وهو بيسال الناس اللي على الدارك ويب ازاي يعذب ابنه، وبيسالهم على افضل طريقه يعذب بيها عياله. هو مش متجوز وما عندوش عيال، بس ده الفيديو اللي عمله. فالتفاعل زاد عنده اكتر واكتر، وطبعا الناس اللي متابعاه هتبدا تعمل زيه ويعذبوا اولادهم ويعذبوهم وينزلوهم على الدارك ويب زيه. اللي قال له حرق ابنك، واللي قال له مش عارف عذبه بالكهرباء وحاجات كده بلاوي. ماسيو بقى مريض ان هو يلفت الانظار دايما، بس بيلفتها بالقرف اللي بيعمله ده. لحد ما في حد من اللي كانوا على الدارك ويب خد الفيديو بتاعه اللي كان بيطلب ازاي يعذب ابنه فيه، او يقولوا له على احسن طرق يعذب بيها العيال، ونشر الفيديو ده على الانترنت نفسه مش على الدارك ويب. وهنا بقى الحكومه بدات تاخد بالها، فبدات الشرطه البريطانيه تستعين باقوى اجهزه المخابرات في النوع ده من الجرائم. يعني استعانت بوزاره الامن الداخليه الامريكيه والشرطه الفيدراليه الاستراليه وشرطه نيوزيلندا، وكمان استعانوا بشرطه اللي ما يتسموش ولاد الفجر اللي مالهمش لازمه. واستعانوا بكل ده عشان يقدروا يوصلوا لمين ماسيو ده ويقدروا يمسكوه. وعايز اقول لك يا جدع استعانوا بكل ده، وكل المنظمات دي او كل الحكومات دي كانت بتدور عليه، وفضلوا 3 سنين بيدوروا عليه وما عرفوش يمسكوه. فتخيل هو كان مغلبهم ازاي. ماسيو كان مأمن نفسه بشكل غير طبيعي، وبما انه غني ومعاه فلوس
فلوس، فكان مستعمل احدث التقنيات اللي ممكن تتخيلها، وكان مستعين بهاكرز كمان يأمنوا له دنيته، ووصلوا ل3 سنين ونص برضه مش عارفين يمسكوه، وهو لسه مستمر بان هو بينزل فيديوهات وبيبتز بنات وليلته سودا يعني. وبعد سنة كمان قدرت السلطات البريطانية ان هم يتوصلوا لعنوان، والعنوان ده بريمنجهام. بس السلطات قالت ان البيت ده بتاع عيلة قوية جدا وعيلة مشهورة جدا، فما اقتنعوش ان ممكن يكون في حد بيعمل كده جوه، فقالوا ان هم هيراقبوا البيت ويتعقبوا اي اجهزة فيه الاول عشان يفهموا. كده الموضوع بقى اسهل لان هو بيت ومكان معين اللي هيتعقبوه، فمهما كان مين الهاكر ولا مهما كان مين مأمن نفسه مش هتبقى صعب قوي على السلطات ان هم يكتشفوه. وفعلا عرفوا يتعقبوا الاجهزة اللي في البيت، وتأكدوا فعلا ان صاحب العنوان ده هو اللي بيدخل على الدارك ويب، هو الشيطان 3 ستات، هو اللي مجننهم بقاله بتاع 3 سنين ولا 4 سنين. وفي 21 يونيو 2017 تم القبض على ماسيو فالدر. الغريب يا جدع ان الحكومة لما هجمت عليه ومسكته هو كان متفاجئ كأن مفيش حاجة، هو مستغرب انتوا ليه بتهجموا عليا وعايزين مني ايه. بس اعتقد انا من كتر ما هو مش مصدق ان الحكومة قدرت توصل له كان في حالة استنكار، وفعلا اتحجز وصدروا كل شيء في البيت عنده من اجهزة ومن شرايط ومن فيديوهات ومن كل شيء. وفعلا لقوا كمية فيديوهات لبنات سواء صغيرة في السن او كبيرة في السن بأوضاع مهينة جدا، لدرجة ان الشرطة بيقولوا ان هم بيشوفوا الفيديوهات في ناس كان بيغمى عليها وفي ناس كانت بتصدع من كتر اللي شافته. طلع بقى ماسيو عليه 188 تهمة، كل القواضي دي مرفوعة عليه بسبب اللي كان بيعمل. عدد الضحايا بتاعته 180 بنت، والقواضي اللي مرفوعة لل 188 من 60 بنت بس، فلكم ان تتخيلوا ان النص بس اللي رفع قواضي، يعني النص التاني لسه ما رفعش. 180 بنت يا عنتيل الدارك ويب انت. الفكرة في الاستجواب بتاع ماسيو والشرطة بتستجوبه، ما كانش عنده غير رد واحد بس: لا تعليق. كل ما يقولوا له اي حاجة يقول لهم لا تعليق. وفي 17 فبراير 2018 تم الحكم على ماسيو 32 سنة سجن دون إمكانية الإفراج أو النقد. وبعد مرور فترة بسيطة من سجن ماسيو، سنين السجن بتاعته زادت 6 سنين كمان، لأن هو كان بيعمل مشاكل في السجن وعامل فيها بلطجي وبتاع وبيعمل حوارات. بعد فترة ماسيو جاب المحامي بتاعه وبدأ عايز يعمل أي استئناف أو يستأنف الموضوع، وفعلا تم الموافقة إن هم يراجعوا الحكم في المحكمة تاني، والحكم اتخفض عليه ل 25 سنة. بس المعلم لما رجع السجن برضه عمل مشاكل تاني وعمل حوارات تاني، فزودوا له حكمه 7 سنين كمان، فرجعوا 32 سنة تاني. بس السؤال هنا، واحد مرتاح زي ده ومولود مرتاح وعيلته كويسة، كان شاطر جدا في دراسته، كان متنبئين له ان هو هيبقى حاجة كبيرة جدا علميا وعنده علم كويس جدا وكان بيعمل دكتوراه في الفيزياء الجيولوجية، ايه اللي يوصله انه يعمل كده؟ ايه الشيء اللي يخلي شخص زي ده او اي شخص في العالم يوصل للمرحلة دي؟ ايه الشيء اللي يخلي واحد زي اللي احنا سمعنا عنه في مصر شق الطفل وطلع حاجته على الدارك ويب وغيره وغيره وغيره، وياما قصص الدارك ويب كتيرة جدا؟ ليه كل ده؟ فأتمنى ان احنا نخلي بالنا على عيالنا ونحاول نتابعهم على قد ما نقدر، نخلي بالنا على نفسنا، نخلي بالنا على اخواتنا، وربنا يثبتنا على ديننا ويثبتنا على الصح. ومش عايزك تنساني بلايك وكومنت واشتراك والدنيا خربانة كده عشان خاطر ايه؟ ها ماشي؟ وعلى الجحيم يا حبيبي، على الجحيم يا بابا. بحب اقول لكم الله يبارك لكم وبوسه.